يعني 3 ساعات 4 5 ساعات وقتل خلف وبالكهرباء. وهذا العمل ما يقوم به جيش عراقي، وإنما عصابات معروفة داخله ويا الجيش، ورادوا يضيعون هذه الجثة. ولكن جهود قيادات زوبع تابعت الموضوع ولقيناه باسم ثاني مو باسمه الحقيقي ومهيأ إلى الترحيل، ورادوا ينهون الجثة بحيث الجثة تعود إلى شخص آخر واسم آخر. وراء 40 يوم ولقينا الجثة موجودة منهكة مقطوعة أحد العيون، ولد الكهرباء في جميع أنحاء الجسم الحساسة. وهذا عمل مرفوض رفض قاطع وزوبع في اجتماع دائم للرد على هذا العمل. هذا عمل ما يسوي جيش عراقي ولا يسوي شريف في الجيش العراقي، وإنما هذه عصابات داخله ضمن الجيش العراقي. واحنا نشكر اللواء الركن احمد قائد فرقه 17 اللي ما صار الحدث في وقته، في وقت عبد الناصر الغنام، وقام بالاجراءات وذب الضابط بالسجن وادى الواجب اللي عليه. هذه الحقيقه والاجراءات القانونيه، واحنا نطالب الاجراءات القانونيه تستمر، وكذلك القضايا العشائريه مستمره على هذا الرجل الضابط النقيب اللي موجود بالسجن. نتابعه متابعه عشائريه، وين ما يروح للسمان الحق، يؤدي الواجب العشائري والواجب القانوني. ثبت عليه القانون ثبت، ما ثبت اكو عشائر. احنا عندنا شهود من داخله ما جرى هذا الابنه، ما جرى الابنه من تعذيب، موجود عندنا شهود وجاهزين للشهاده.